بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني، يا رب تكونوا بخير. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنجهز مع بعض غدانا، وهو عباره عن كبده، والمقادير بتاعتنا هي انا عباره عن شطه. الاول كده هناخد الشطه، معانا شطه وتوم واتنين فلفل كده، دول هنعجنهم في حاجه لوحدهم، ومعاهم البهار ده. معانا البهار عباره عن فلفل اسمر وبابريكا وكمون وكزبره وقرفه وملح، هي دي التوابل اللي معانا بس. يبقى قلنا ايه، التوم وده هنعوزه لوحده هو البهار، ومعانا هنا الكبده بتاعتنا، ومعانا فلفل على شطه وليمون، ومعانا بصل، ومعانا ايه قطع طماطم كده، ماشي. اما بالنسبه للمكرونه فاحنا هنعمل مكرونه سباكيتي، ومعانا ايه الطماطم بتاعتنا اهي. ومعانا الطماطم بتاعتنا بالمنظر ده كده. هنشوف هنعمل ايه في تسبيكه المكرونه، بس ما نتبل الكبده. هناخد بقى المقادير بتاعتنا دي كلها كده، الثوم والشطه وقطع الشطه كده في الكبده، وعليها البهار، وهننزل عليها التوابل كلها، ونضربهم في الكبه، ونرجع لكم تاني نقول لكم احنا هنعمل فيهم ايه. هنا بعد ما عملنا التوابل مع الفلفل والشطه والليمون، عصرنا الليمونتين اللي كانوا معانا كده، وهننزل القطع بتاعت الكبده. هنا بقى الكبده هنا هتديها تقليبه بقى التوابل دي كده، الليمون والخلطه اللي معانا دي اهو. قلبيها قوي على قد ما انت قادره في كل الخلطه دي، عشان هنسيبها في الخلطه دي لما نعمل تسبيكه المكرونه. بس الوقت اللي احنا نعمل فيه تسبيكه المكرونه تكون خدت ودت مع كل الخلطه ومع كل التوابل دي اهو. تسيبها بقى على جنب كده عما نعمل خلطه ايه المكرونه. بس سيبها كده اهي، عليها الليمون وعليها الخلطه وعليها كل حاجه. سيبها بقى على جنب كده دلوقتي، والخلطه دي تعال بقى ما نعمل خلطه المكرونه. احنا معانا هنا ايه، تومه هننزل عليها بزيت، شويه زيت حلوين كده. التومه ديت انا مفرزاها، بعدين بقى بدأت تلون بالشكل ده كده، هتنزل عليها بقى الطماطم بتاعتي. انا بعملها عباره عن قطع كده، لان بحبها يبقى لها غمزه شويه في المكرونه، ما بحبهاش. معانا هنا ميه لسلق المكرونه اهي، مش هنحط لها اي توابل الوقت. هنا التسبيكه بتتسبك، وانا زودت لها الملح بتاعها. هنزل بالبابريكا والكمون، هي دخلت في التسبيك شويه، والكزبره بس. يبقى معانا ايه، بابريكا وكمون وكزبره وملح. دي ايه بالنسبه للتسبيكه بتاعه المكرونه. وهناخد معلقتين من الفلفل الاخضر اللي انا مقطعاه للكبده اهو كده، معلقتين بس. دي بعد ما تتسبك شويه، عشان انا عايزه اللون يفضل فيه اهو، برضو كان طعم المكرونه وتخلي شكلها جميل. تعالوا بقى نروح هنا على ايه، لسه هنا معانا ميه السلق شغاله. نروح كده على الجريل، ننزل على المعلقه حلوه كده من الزيت، زي الزيت سخن اهو. ننزل بقى الكبده بتاعتي كده
وتوزعيها. كبده لا ببصل ولا باي حاجه، البصل مش هحط الوقت، كبده بس اهو. وتسيبيها بقى تقلبيها كده في الصينيه لحد ما تاخد لون، يعني زي ما دي ما شاء الله على ريحتها جميله 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 جميله. تسيبها بقى كده تاخد لون. الكبده بتاعتنا اهي ما قلبتهاش والله لما تكون كده بالراحه برضه كده كده اهي بالراحه خالص، لان انتوا عارفين الكبده يعتبر من الحاجات اللي ما بتتحملش تقليب كتير. كده من جنب لجنب كده ما شاء الله على ريحتها. انتوا هتجربوها وتشوفوها. في ناس بتاكلها كده يعني بتستكفى بيها كده لا بصل ولا اي حاجه. انا بقى عشان اعملها جنب المكرونه ويبقى فيها صوص خفيف كده من البصل والحاجات دي، فانا قلت احط لها بقى طماطميتين 2 كده مضروبين في الكبده وايه وبصلايه والقرن الفلفل طبعا انتوا عارفين مفيش عنه. تشويحه خفيفه كده وهتنزل عليها بالبصل. تديها تقليبه بالبصل بس براحه، عشان ايه المعلقه اللي معايا دي المعلقه بتاعت التانية السيليكون باظت، نسيت حطيتها على النار والنار كانت شغاله. تقليبه كده البصلايه كده عشان تتدبل بسرعه. وهنا الصوص بتاعنا بتاع المكرونه ما شاء الله. ايدك شغاله كده في كل حاجه وانت واقفه. وشوفوا برضو اللي بتخلص او اي حاجه انا بغسلها اول باول وبحطها كده في جنب. شوفوا التوابل والبهارات والحاجه بشيلها كده من على الرخامه بحيث اللي يخش لو حد دخل عليكي فجاه ما يلاقيش الدنيا مدربكه ومكركبه حواليك. لا انا عايزه الحته حواليك كده تكون نظيفه اول باول. ايدك في كل حاجه وانت واقفه كده. يلا حبيبي ننزل بالمكرونه بتاعتنا اهي عشان تتسلق، وننزل بالطماطم الفلفل اخر حاجه عشان يبقى لونه لسه مستمره ما يبقاش بسرعه. طماطميتين مبشورين كده وهنطفي بقى التسبيكه بتاع المكرونه لان كده كفايه عليها. كبده ما شاء الله عليها على ريحتها وعلى طعمها ما اقولكوش انتوا لو تجربوها. اهم حاجه التتبيله اللي في الاول دي، اقل حاجه تقعد في التتبيله ربع ساعه. شوفوا بدات تستوي خلاص اهو. احنا برضو لسه معانا الفلفل هناك اهو، الفلفل لسه ما اتحطش. هو احنا معانا الفلفل اهو لسه ما اتحطش، فاحنا هنسيبها كده تاخد وتدي مع نفسها كده. معانا المكرونه بتاعتنا اهي برضو بتتسلق. ما شاء الله عليها في منتهى الجمال وريحتها جميله. هي كده تعتبر استوت تقريبا. عارفين الكبده ما بتاخدش سوا. هننزل بقى بالفلفل. يا بقى هننزل بالفلفل. هنديله ايه تقريبا كده مع الكبده. الله الله على اللون والله على الريحه والله على كل حاجه. شوفوا ما شاء الله على شكل الكبده وعلى حلاوتها. تبذ المكون نفسكم ايش تقعدوا تدوقوا عمايلي. صلوا على النبي كده عليها افضل الصلاه والسلام. وجبه سريعه كلها بتتعمل في وقت واحد. يمكن انا بالنسبه لي ارهاق عشان ان انا واقفه ولا بجيب ده وبجيب ده وبعمل ده وبصور. لا انت في ثانيه مش هتاخد منك 10 دقايق بكتير او ربع ساعه على عين التسبيكه وعلى عين المكرونه وفي ثانيه كده. بالنسبه لي انا الكبده بتاعتي خلصت ما شاء الله عليها. شوفوا لونها وشكلها. نروح بقى على المكرونه برضه خبروكم هنعمل فيها تكايه خفيفه كده. وبرضه يعني ايه مش عارفه هتعجبكم ولا لا. هنا التكايه اللي انا بقولك عليها اهو. شوفوا المكرونه
انا خدت نص الميه بس اللي انا سلقاها فيه اهي بتغلي اهي. لو بصيت هتلاقيها بتغلي في ميه اهي بتقلبها فيها. هتنزلي بقى بالمكرونه بالتسبيكه اللي انت عاملاها كده. فهمتوني؟ كده ما شاء الله هتلاقيها فيها صوص، مش مكرونه ناشفه اهي. ما شاء الله على شكلها وعلى جمالها. جربي بقى الطريقه دي كده وادعي لي. مكرونه بمعنى الكلمه دي بقى، لو فيها بقى لو ما فيش كبده هتحط بقى في التسبيكه دي حتتين لحمه مفرومه كده، لو ربع كيلو، لو معلقتين من اللحم، هتديك وجبه كامله لاولادك. وبرده كنت بعملها معاكم بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها دي اهي. شوفوا ما شاء الله. هقلبها كده بقى وارجع لكم. ما شاء الله بيكون لون المكرونه بتاعتنا اهو. شوفوا وما شاء الله الصوص فيها جميل جميل جميل. دي بقى تنزل من على النار اهي. شوفوا الصوص فيها، شوفوا خلاص بقى الوجبه بتاعتنا كده والكبده بتاعتنا وكده خلاص. حبايب قلبي ده بيكون الشكل الغدا النهارده اهو. المكرونه بتاعتنا ما شاء الله هي، نشوفوا شكلها اهي بتاكلها كده اهي ما شاء الله عليها. ده بيكون شكل المكرونه بتاعنا النهائي، ومعانا مخلل الليمون ومعانا الكبده. وده بيكون شكل غدانا. يا رب يعجبكم يا حبايب قلبي. وقدمنا وهنا برضو عملت لهم تحليه حلوه كده، عملت لهم الجيلي الجميل ده. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يعجبكم. شوفوا الجيلي بتاعنا، شوفوا ما شاء الله اطباق الجيلي انا عاملاها من بالليل. شوفوا متماسك وجميل وبيه اهو. يا رب يعجبكم وما تنسوناش باللايك وبالاشتراك. يا رب يا حبايب قلبي الفيديو بتاعنا بتاع النهارده يعجبكم وغدانا يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.